غمضوا عينيكوا واسمعوني. تخيلوا انه الدنيا بره هديت خالص، والزحمة سكتت تقريبا مفيش. انتوا قاعدين في ركن هادي في بيتكم، الدنيا كلها بقت هدوء خالص. وتخيلوا كمان ان مفيش ولا صوت حواليكم غير صوت افكاركم اللي بتسرح في دماغكم. في اللحظات دي لا في مواعيد ولا طلبات ولا حد بيقول لكم انتوا فين، مفيش غير انتم بس وسط السكون. افتحوا عينيكم لما تبقوا جاهزين. في ايام في رمضان بتبقى هادية اكتر من اللازم. الهدوء ده مش فراغ، الهدوء ده جاي علشان يصحي قلوبنا، علشان يفكرنا بالذكريات، علشان نطلع الحكايات اللي مدفونة في قلوبنا من سنين طويلة. علشان في رمضان اوقات السكون دي هي اللي بتطلع اللي في اخر قلبنا جوه خالص ده. قولولي بقى، ايه بقى الحاجات اللي بتعملوها وسط السكون والسكوت؟ وايه الحكاوي اللي مدفونة ومستخبية جوه؟